السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم هي محبوبة الجماهير، هي البنيون اللي بزاف يشكيو منه باللي يتكسر لهم في المول ولا الحشو تاعهم يجي ناشف. اليوم جبت لكم الحل النهائي، راح نحضروا بنيون بزاف بنين وبنسة خيالية وبطريقة تضمن باللي مستحيل يضيع لك في المول ولا حبة تخسر لك. وصفة ناجحة من أول تجربة. يلا نبداو. نسمو بالله بسم الله ونصلوا على رسول الله. نبداو الوصفة مع بعض. هنا بديت الكاس اللي عبرت به هو كاس وليد. درت 3 كيسان تاع كوفريت مرحي بهذه الطريقه. من الاحسن يكون شوكو، انا عندي شوكو فاني. من بعد درت 3 كيسان تاع كاوكاو محمص ومطحون. تقدروا ديروا اي نوع من المكسرات. درت كاس لحظه تاني حمصته. ومن بعد درت 3 كيسان تاع بسكويت تاني مطحون. هنا من الاحسن ديروا زوج كيسان باسكو هنايا اللي حب القرماشه يدير زوج كيسان ولا يكتر المكسرات. هنا لميتهم بشوكولا اترتيني تاع المرجان. من بعد ما كفاتنيش زدت كملت بالشوكولا تاع الطلي ماكسون بهذه الطريقه. من بعد زدت 4 تاع الملاعق تاع زبده ذوبتها. هنايا تعطينا طروه للبنيون تاعنا يجي طري ما يجيش يابس. بهذه الطريقه راح نجمع كاع هذوك المكونات. وهنا كملت واحده شوكولا تاع طري وكملت كريمه البندق. بهذه الطريقه نلم هذوك المكونات حتى يتجانسوا مليح ونحسوا باللي تلمت ولات متماسكه. انا نحبها شويه طلقه روحها، يعني ما نحبهاش يابسه. وهنايا كل واحد وعنده الاختيار، من الاحسن تخلوها شويه طريه. هنايا من بعد رحت ذوبت شوكولا. انا كانت عندي تاع الميزان، ذوبتها ودرتها في هذا المول كيما راكي تشوفي. درت الطبقه الاولى في كاع هذوك الحبات تاعنا. من بعد مشيتها هكا بالبانسو. هنايا غادي نديرو زوج طبقات، يعني الطبقه الاولى ركزوا على تحت على القاعده. من بعد راح نركزوا على الجوانب، يعني نديروها في كونجيلاتور حوالي ولا تخليها برا حق ما تنشف. من بعد تخرجيها وتزيدي عليها كميه تاع الشوكولا. ناس تقوني هذا المول ما غبنيش كاع بالخوف طارو، يعني ما راحش يتكسروا معاكم ولا برك في الشوكولا. ذوبوها على حمام مائي. لازم الشوكولا تكون بعيده على الماء، ما توشيش الماء وتذوب على البخار فقط. هنا كما راكي تشوفي بعد ما جمدت لي القاعده خرجتها وراح ندير الشوكولا في الحوض بهذه الطريقه. لانه كل ما ديروش فيهم راح يتكسروا معنا. من بعد بين نجو نخرجوا الحبه بهذه الطريقه. قلت لك راح نديروا الكامل حبات. هنا اللي يزيد يخاف من الاحسن يزيد الطبقه الثالثه من الشوكولا، يعني عاودوا ديروها تجمد وعاودوا خرجوها. وين ما تشوفوا هكا المول تاعكم يبان من تحت عاودوا زيدوا ديروا بهذه الطريقه. نكملوا كاع الحبه تاعنا ونعاودوا ندخلوها تجمد ونعاودوا بعد ما تجمد نخرجوها. هنايا نكونوا كورنا كاع هذوك الحبه تاع البنيونه كرات صغيره على حسب هذا المول. ومن بعد راح نبداو في التشكيل. هنا انا حشيت الحبه بالنسبه لي كراميل اللي كنت ذوبتها في الميكرووند باسكو ما بغاش يفوت لي في هذيك لابوش. هنايا راح يجمد. من بعدها درت في كامل الحبات. ومن بعد درت هذوك الحبات تاع البنيون. يعني حاولوا ديروا الحبه قد المول، ما تكبروهاش عليه باسكو من بعد ما راحش تبلع لكم بالشوكولا. بهذه الطريقه راح نبلعوا كامل الحبات. هنا تقدروا ديروا كيما قلت لك شوكولاته الطلي ولا كريمه البندق كيما تحبي، يعني لك الاختيار. يعني انا هذا الحساب خرج لي كميه كبيره، وانت الا راكي باغيه كميه صغيره ما عليك غير ديري كاس صغير ولا ديري نصف الكميه. بهذه الطريقه هنا راح نبلع على هذوك الحبات تاوعي. بهذه الطريقه راح ندير لهم كاع. صدقوني راح يخرج معكم بكل سهوله، ما راحش يغبنكم. حاولوا تبلعوا غايه هذوك الاطراف باسكو كل ما تبلعوهمش غايه كما قلت لك هذاك النسلي كراميل غادي يسيل معكم من تحطوا الحبه بهذه الطريقه. وراح نديروها في المجمد الثاني تجمد. يعني هذو حلويات تاع هذا البريستيج وكاع يدوا الوقت ويدوا الجهد بصح ما عليش كي يجوا بنان نورمال. كيما راكي تشوفي هنا نقلع كاع هذيك الشوكولا زياده. انت حاولي ما تقيسيش من قبل.
بهذه الطريقه. شوفوا كي راه يتنحى معايا بكل سهوله. شوفوا الشكل تاعها كي جا شباب، جا بزاف شباب. يعني بريستيج، شكل راقي. تحمري به وجهك بهذه الطريقه. شوفوا راح يتنحى معاك بكل سهوله. انا وحده متكسرت ليش، يعني نضاري نخدم بليمون، بصح هذا المول بزاف عجبني. كيما راكي تشوفي هنايا راح نزين. هنا تقدري تزيني من فوق بنيسلي كراميل الا ما درتيش الداخل. تقدري تزيني، راح نوريلكم حبه درت لها نيسلي كراميل. هنايا زينت بهذا مش عارف يقولوا له عقاش ولا. زينت به. يعني ما غير مريح في الاكل. يعني انا ننصحكم ديروا نيسلي كراميل احسن. ما ديروش هو باسكو كي تلقايه في الماكله ما راحش يعجبك. يعني انا هنا ما نستقطش مع الشوكولا باش من بعد نقدر نقلعه، خاطرش يجي مزعج ما يجيش شباب. درته للشكل لا اكثر. هنا كيما راكي تشوفي راح نستف كامل الحبات. وننصحكم تجربوا هذا البنيون، سيرتو هذيك اللحظه راح تعطيه بنه بزاف بنينه. راح يجي شهي. يعني اللي دوقا عندكم يقول لكم غير قولوا لي اش درتو فيه. مع كريمه البندق تاني راح تعطيه بنه. وحاولوا حاولوا ديروه مشمخ، يعني كثروا فيه السوائل باش ما يجيش ناشف، وكي تجي تعضي ما يبغيش ينعض. هذه هي. هنايا راح نلتقوا في صحن التقديم، راح تشوفوا الشكل النهائي. ونلتقى في وصفات اخرى. الا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم، ديروا ابوني، خلونا تعليقات. ونلتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.